سينما مصر زياره جديده لافلام قديمه، العنوان ده لفت نظري، فدخلت اشوف المقدمه اقول يعني هو هيتكلم عن ايه، قصده ايه بزياره جديده لافلام قديمه. انا بحب العناوين اللي فيها فكره. فدخلت لقيته بيتكلم عن ان هو شاف افلام من سنين طويله وقرر ان هو يعيد رؤيتها مره تانية ويتكلم عنها مره تانية بشخصيته دلوقتي، بتكوينه دلوقتي، بخبرته واللي اختلفت طبعا وزادت، وطريقه تحليله اللي ممكن تكون تطورت عن زمان. وعجبني ان هو شبه الزياره الجديده لافلام قديمه بمسلسل قديم كده اسمه اللقاء التاني بتاع محمود ياسين وبوسي. فالرابطه دي في المقدمه بتاعه الكتاب عجبتني جدا، وقررت ان انا اقراه، ولقيت اني مستمتعه. يعني مش شرط ابقى غاويه افلام، ومش شرط ابقى بركز قوي في تفاصيل الفيلم عشان استمتع بحاجه زي كده. بالعكس، هو زي حدوته، والكتابه عن الافلام او النقد هو عمل فني مستقل بذاته، يعني انت بتستمتع بيه كمحتوى كعمل ادبي مكتوب، بغض النظر عن ان انت شفت الفيلم ده كذا مره او لا، ليك راي فيه ولا لا. ممكن تكون حتى ما شفتش الفيلم، بس طريقه التحليل ممتعه، لان محمود عبد الشكور بيكتب بمزاج جدا، هو بيستمتع باللي هو بيعمله، والمتعه دي بتتنقل لنا احنا واحنا بنقرا الكتاب.